عمرك حسيت إنك لوحدك، بس في نفس الوقت حاسس بحد موجود، حد مش شايفه بعينك؟ كأن في حد بيتنفس جنبك، أو حركة خفيفة في الهواء بتقولك إنك مش لوحدك. اللحظات دي بتكون مليانة تساؤلات، تساؤلات بتخليك تفكر في كل حاجة حواليك. دي حكاية عمر، شاب شغال حارس أمن في بنك الأمانة، ودي ليلة عمره ما هينساها. عمر كان دايما بيحب شغله، رغم إنه كان بيشتغل في أوقات متأخرة من الليل، وقت ما المدينة بتكون نايمة. عمر بدأ الوردية بتاعته، والمدينة برا بدأت تهدي، ودوشتها تقل وتتحول لهمة خفيفة. الشوارع اللي كانت مليانة حياة بقت دلوقتي شبه فاضية، بس كان في حاجة في الهدوء ده بتخلي عمر يحس إنه مش لوحده. البنك بالليل كان بيبقى عامل زي الصدفة الفضفاضية، مكان كله ضلال عميقة وسكوت بيرن في الودان. كل زاوية وكل ممر كان بيحكي حكاية، بس الحكايات دي كانت بتتقال في صمت. عمر حس بتقل الوحدة اللي تعود عليه بينزل عليه، وخطواته كانت الصوت الوحيد في المكان الواسع الفاضي ده. كل خطوة كان ليها صدى، كأن المكان بيحاول يتكلم معاه. عمر كان دايما بيحس إن في حاجة في البنك ده، حاجة مش طبيعية، بس عمر كان بيحاول يتجاهل الإحساس ده. عمر وهو بيكمل دوريته سمع لأول مرة صوت خفيف قوي، زي تنهيدة بسيطة شايلها هو ملوش وجود. الصوت كان غريب، مش مألوف، وكأنه جاي من مكان بعيد قوي، مكان مش موجود في الواقع. وقف فجأة في الممر اللي نوره خافت، الممر اللي بيودي على الخزنة القديمة. الممر ده كان دايما بيحسسه بشعور غريب، كأنه بيخبي أسرار كتيرة. الهوا هنا كان أبرد، وفي ريحة معدن خفيفة مخلوطة بريحة ورق قديم. الريحة دي كانت دايما بتفكره بأيام زمان، بأيام كان فيها المكان ده مليان حياة ونشاط. ركز بسمعه قوي وهو حابس نفسه، كان بيحاول يميز الصوت، يفهم مصدره. الصوت كان خفيف، بس كان واضح إنه جاي من مكان قريب. السكوت رجع تاني، سكوت تقيل ومحاوطه من كل حتة. كان بيحس إن السكوت ده مش طبيعي، كأنه بيخبي حاجة. بس فجأة الصوت رجع تاني، أوضح شوية المرة دي، متحدد أكتر. الصوت كان بيقرب، وكأنه بيحاول يوصل له رسالة. كان من غير شك همس، صوت نفس خفيف طالع كأنه من الأماكن الضلمة اللي جنب باب الخزنة الرئيسية الثقيل. الصوت ده كان بيحسسه إنه مش لوحده، وإن في حاجة أو حد معاه في المكان. عمر اتقدم بحذر ناحية منطقة الخزن، وصوت خطواته كان بيرن بشكل عالي زيادة عن اللزوم. كل ما كان بيقرب الهمس كان بيختفي، وبيحل محله سكوت يخوف. وبعدين بطرف عينه شافها، حركة سريعة، خيال أسود بينفصل عن الظلمة. لف بسرعة ووجه نور الكشاف بتاعه على الممر. الممر كان فاضي تماما، مفيش أي حاجة، بس هو كان متأكد من اللي شافه. بعدها بشوية وعمر قاعد في مكتب الأمن، بدأت ريحة غريبة تنتشر في الجو. كانت ريحة ياسمين مخلوطة بريحة تراب قديم مكم. الريحة دي كانت مألوفة بشكل غريب، بتفكره بحاجة بعيدة قوي. كانت ريحة حنين للماضي، بس هنا في البنك البارد ده اللي مفيش فيه أي روح، كان حاسسها غريبة ومقلقة جدا. أوضة الأرشيف كانت واسعة جدا ومليانة أرفف حديد عالية، وهنا وسط السجلات المنسية اللي واقفة زي الحراس الصامتين شافها. كانت واقفة ومدية ظهرها، خيال رفيع متغطي بالظلمة، نفس عمر اتحبس في زوره. بريك تايم؟ ازاي حد قدر ينزل هنا من غير ما يعرف؟ والست الكبيرة بتكمل لفتها البطيئة،
وشها بدأ يبان بالتدريج. كان وش مليان تجاعيد عميقة، بس عينيها هي اللي شدت انتباه عمر. كانت غامقة قوي زي الليل. عمر حس إن أطرافه تقلت ورجليه اتسمرت في مكانها. خوف بدائي خام ومسيطر مسك فيه. بعد لحظة أنوار الطوارئ نورت وطفت كذا مرة. عمر بص بسرعة في الممر اللي كانت الست الكبيرة واقفة فيه. اختفت وما سبتش وراها غير ريحة الياسمين والتراب اللي لسه موجودة. رغبة شديدة في الهروب سيطرت على عمر. لف وكان ناوي يهرب بسرعة ناحية السلم. عمر وصل أخيرا للسلم ورجليه بتجري بسرعة. الهمس بدأ وقتها ومبقاش محبوس في الخزن بس، كان كأنه طالع من حيطان البنك نفسها. وبعدين سمعها بوضوح: يا عمر. اسمه بيتقال بصوت قديم وحزين وفيه ألفة غريبة. لف وهو بيصرخ صرخة مكتومة وظهره خبط في خشب باب الأمن البارد الجامد. بآخر دفعة أدرينالين عمر قدر يلم مفاتيحه بسرعة. كان قلبه بيدق بسرعة وعرقه بيسيل على جبينه. كل اللي كان في دماغه هو إنه لازم يخرج من المكان بأسرع وقت ممكن. فتح الباب الثقيل بقوة وخرج وهو بيترنح على نور الفجر البارد الرمادي. كان الجو بارد والهواء كان بيحمل ريحة غريبة، ريحة ياسمين مخلوطة بتراب قديم. عمر حس إنه أخيراً خرج من الكابوس اللي كان عايش فيه. عمر مرجعش تاني أبداً لورديته بالليل في بنك الأمانة. كان كل ما يفكر في اللي حصل يحس برعشة باردة بتسري في جسمه. كان عارف إنه مش هيقدر يواجه الليلة دي تاني. حاول يحكي للمشرف بتاعه عن الست الكبيرة بس محدش صدقه. كانوا بيقولوا إنه بيتخيل وإنه كان تعبان أو مرهق، بس عمر كان متأكد من اللي شافه وكان عارف إنه مش مجرد خيال. سنين عدت بس ذكرى الليلة دي فضلت موجودة واضحة ومخيفة. كان كل ما يفتكرها يحس بنفس الرعب اللي حسه في الليلة دي. كان بيحاول ينساها بس كانت دايما بترجعله في أحلامه. أحيانا في وقت متأخر بالليل بيتهيأله إنه لسه شامم ريحة ياسمين خفيفة مخلوطة بتراب قديم. كان يقف في الشباك ويبص على الشارع الهادئ ويحس بنفس البرودة اللي حسها في الليلة دي. كان عارف إنه مهما حاول مش هيقدر ينسى اللي حصل.